المخرج الكبير سامح بسيوني. حبيبي يا شاكر، انت اللي ممثل جميل، مشروع نجم كبير. شاكر أول تيك توكر مصري يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. تعالوا نعرف التفاصيل. شاكر كتب على صفحته على فيسبوك وقال: أول مشهور مصري رسميا الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بعد أيام من التعب والمجهود الجبار وساعات متواصلة من التدريب. بشكر المخرج الكبير أستاذ سامح بسيوني على تدريبي والمجهود الجبار معايا الشهر اللي فات بدون نوم حرفيا، وبشكر نقيب الممثلين دكتور أشرف زكي على توجيهي للطريق الصحيح، وكل الشكر لكل أساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية طول فترة الاختبارات. شكرا. وفي لايف شاكر أجرى مكالمة مع المخرج سامح بسيوني، واللي قال عن شاكر: أنت ممثل جميل ومشروع نجم كبير، وبجد أنت موهوب موهبة حقيقية ونجم على المستوى الإنساني والفني. شاكر رد عليه في اللايف وقال: أقسم بالله بدون مجهودك كان مستحيل أعدي الاختبارات دي وأوصل للمستوى ده. أنا بشكرك قدام كل الناس، ودي أقل حاجة أقدر أعملها قدام الناس. بقول والله لو دربت حد مستواه صفر هيدخل ضامن. مجهودك معايا كان جبار. المخرج سامح بسيوني رد عليه وقال: أنت اللي موهوب يا حبيبي، وأنا فخور إني اشتغلت معاك، وإن شاء الله هيبقى بينا أعمال مهمة جدا وهتبقى نجم كبير يا شاكر. وده رأيي بدون أي مجاملة. وشاكر شكره مرة تانية على كل المجهود اللي بذلوا معاه. وفي النهاية، هل يا ترى هنشوف شاكر قريبا نجم في الأعمال الفنية الكبيرة وهيحقق حلمه في التمثيل؟